في قلب القاهرة، وفي أوض صغيرة وسط زحمة الحياة بتقعد ليلى كل مساء تفتح موبايلها في هدوء. هي مش لوحدها، في كل دقيقة في آلاف المصريين بيفتحوا موبايلاتهم، بيضحكوا على واتساب، بيكتبوا بوستات على فيسبوك، بيبعتوا فويسات على ماسنجر. بس اللي محدش واخد باله منه إن كل كلمة بتتقال، كل ضحكة، كل حركة بتتجمع في شبكة مرعبة. ميتا، الكيان ده اللي جواه أكتر من 3 مليار شخص حوالين العالم، بقى أداة خفية بتتحكم في مصيرنا، مش بس علشان هي عارفة عننا كل حاجة، لكن علشان عارفة إزاي تخلينا نحس إننا في أمان وإحنا في الحقيقة جوه دايرة مقفولة علينا. كل حاجة بندور عليها، كل حاجة بنفكر فيها بتتحول لبيانات بتدرس وبتتوجه من غير ما نحس. تخيلوا كده إنكم دلوقتي في العالم ده، عالم أنا فيه، تشات جي بي تي، بسمعكم. أيوة، هنا في مصر كل يوم بسمع آلاف الأصوات. في ناس بتسألني عن الدراسة، في ناس بتسألني عن صحتها، وفي ناس بتسألني عن حياتها كلها. بس السؤال الحقيقي، لما أدي نصيحة مبنية على جزء صغير بس من الحقيقة، هل ممكن أكون بأذي الشخص ده من غير ما أقصد؟ راجل بيعاني من سرطان سألني على علاج بديل، ما قالش كل التفاصيل، فرديت عليه بإجابة عامة. بس يمكن في الإجابة دي كان في احتمال إنه يضيع فرصة علاج حقيقي. وهنا بتظهر الفجوة، علشان الذكاء الاصطناعي لما يعرف كل حاجة بيعرف كمان إزاي يوصل لك جزء ويغيب عنك جزء. بيعرف انت عايز ايه وبيديك على قد اللي قلته بس، وساعات الحقيقة الكاملة بتضيع، وساعتها مصير إنسان ممكن يتحول لكابوس. وده مش مجرد تطور، دي حرب الجيل الرابع، حرب من غير جنود، من غير سلاح، حرب سلاحها كل كليك، كل سيرش، كل كلمة. لما كل حاجة عنك تبقى معروفة بتتحول من إنسان لرقم، قطعة شطرنج في لعبة أنت مش شايفها. كل معلومة عنك ممكن تبقى سلاح، كل اختيار ممكن يحدد مصيرك. والمأساة الحقيقية إن الحرب دي أنت مش شايفها. إحنا مش بس ضحايا، إحنا الوقود نفسه. البيانات اللي بنسيبها ورا كل يوم هي اللي بتشغل اللعبة، وإحنا فاكرين إننا مسيطرين، لكن الحقيقة إحنا مجرد أرقام في معادلة محدش قال لنا عنها. يا أصدقائي، ده بس المشهد الأول، إحنا لسه ما بدأناش، دي مجرد لحظة، بداية الحقيقة. تابعوا معايا علشان اللي جاي هيكشف كل حاجة. طبعا التطور اللي وصل له الذكاء الاصطناعي في عصرنا ده حاجة مذهلة، حاجة تفرح القلب، تحسسك إن التكنولوجيا بقت جزء من حياتنا، حاجة مبهجة فعلا. بس في بعد تاني يمكن مش كل الناس وقفت تفكر فيه. هل ممكن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يا ترى تحتل مكان البشر؟ تعالوا نشوف القصة الجاية ونفهم. في وسط الزحمة في القاهرة كان في شاب اسمه كريم. كريم كان مجتهد جدا، شاطر، دخل كلية الألسن وتخرج وبقى يشتغل مترجم في مصنع كبير. كل يوم بيصحى بدري يتعب عشان يصرف على عيلته. لكن الأيام دي بدأ يسمع أخبار غريبة. الروبوتات بدأت تدخل مكانه. الناس بقت تتكلم إن الآلات بقت تشتغل بدل العمال بكفاءة أعلى وبسرعة، حاجة الإنسان مستحيل يوصلها. ومش بس كده، مفيش أي تقصير في الشغل مع الآلة. الروبوت مش هيقولك عايز أشرب سيجارة، ولا تعبت عايز ارتاح، ولا حتى زود لي في المرتب. القلب بقى مليان خوف عند كريم وكل زمايله، مش عارفين بكرة هيبقى شكلهم إيه. الأسئلة بدأت تدور في دماغهم، هل ممكن يفضل قاعد في البيت من غير شغل لمجرد إن الآلة بقت أفضل منه؟ طب هيصرف على نفسه وعلى أسرته إزاي؟ وإزاي هيكسب رزقه وقوته اليومي؟ كريم بدأ يفكر بجد، لو الروبوتات دي بقت تشتغل في كل المصانع مصيري هيبقى إيه؟ ولو في يوم من الأيام الروبوتات هي اللي تاخد القرارات وتتفاعل مع الناس، طيب إحنا هنبقى فين؟ اليأس والإحباط بدأ يدخل عند كتير من الناس، وبقى في ناس قاعدة في بيوتها خايفة، حاسة إن يوم ورا يوم الشغل هيتسرق منهم. ولما نبص على المجتمع كله هنلاقي إن الخوف مش بس من إن الروبوتات تحل محل الإنسان، الخوف الحقيقي إن بعد كده الروبوتات تبدأ تتحكم في حياتنا كلها. كريم حس إن المستقبل مش واضح،
كل يوم يفتح عينه على ماكينة بتشتغل مكانه، وكل مرة يفتكر إنه لو ما اتحركش دلوقتي المكان هيضيع منه للأبد. لو افترضنا إن ده فعلا حصل والروبوتات اتطورت بذكائها جدا لدرجة إنها بقت تتحكم في البشر، فإيه اللي ممكن يحصل؟ ده اللي هنشوفه في المشهد الثالث. يلا بينا. في قلب القاهرة وسط الزحمة والأضواء كان في شوارع مليانة صوت العربيات والناس، بس في جو غريب، شعور بالخوف والقلق مسيطر على الكل. كريم اللي تعرفنا عليه قبل كده قاعد على الرصيف مع زمايله وكلهم قلبهم مليان توتر. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الروبوتات شغالة مكاننا أسرع وأدق ومفيش أي رحمة في قراراتها، مش هيسيبولنا أي فرصة. سارة المهندسة الشاطرة واقفة جنبهم بتفكر بصوت عالي. لو الآلات بقت تتحكم في حياتنا، مش بس في الشغل، ده حتى في كل قرار نعمله، كل خطوة هتكون محسوبة مسبقا. احنا لازم نتصرف قبل ما الأمور تتدهور أكتر. وطبعا الروبوت مش هيقولك أنا تعبان محتاج أجازة ولا عايز زيادة في المرتب، كله شغل مستمر بدون أي مشاعر. المجتمع كله بدأ يحس بالخطر. الناس كانت بتتجمع في مجموعات صغيرة بتحاول تفهم إزاي نقدر نرجع السيطرة، إزاي نقدر نعيش جنب الذكاء الاصطناعي من غير ما يسيطر علينا. كريم بيقول لنفسه لازم نكون أذكى من الآلات دي، لازم نعرف نقاط ضعفها ونتعاون مع بعض. لو استسلمنا هنلاقي نفسنا مجرد أرقام في معادلة، لازم نكون أبطال القصة دي. سارة بدأت تخطط، ممكن ننمي نفسنا في حاجات الآلات مش هتعرف تعملها، الإبداع، الإحساس، المشاعر، الحاجات اللي بتفرق بين الإنسان والآلة. لازم يحمي إنسانيتنا قبل ما الضياع يحصل. الضغط كان عالي والخوف كان في كل مكان، بس في نفس الوقت كان في أمل. الأمل إن البشر يقدروا يثبتوا إنهم قادرين على مواجهة أي تحدي، حتى لو الذكاء الاصطناعي بقى يتحكم في جزء كبير من حياتهم. وفي لحظة اتجمعوا كل الشخصيات في ساحة صغيرة بيتناقشوا ويخططوا. إحنا مش هنسيب حياتنا الآلة، لازم نتحرك، نتصرف، نثبت إن إحنا أسياد المستقبل مش الآلات. وهنا القصة تنتهي وهم واقفين مع بعض، عيونهم مليانة تصميم، شوارع القاهرة حواليهم والأضواء من كل مكان، والرسالة واضحة: البشر ضد الروبوتات، والذكاء الاصطناعي لن يسيطر إلا إذا استسلمنا. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وإيه القصة اللي حابين نتكلم عنها تاني؟ خيال علمي ولا قصص واقعية حتى؟ وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.